كشف مسؤول نادي النصر برئاسة مسلي المعمر مساء السبت عن خضوع الأرجنتيني بيتي مارتينيز محترف فريق العالم لعملية جراحية ناجحة للتعافي من إصابته. وأكد المركز الإعلامي لنادي النصر على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مارتينيز أجرى عملية جراحية ناجحة في الركبة على يد رامون كوجات الجراح العالمي وتحت إشراف دافيد ماركيز طبيب النادي العاصمي. وأوضح المركز الإعلامي لنادي النصر أن العملية جرت في مدينة برشلونة الإسبانية. وأشار المركز الإعلامي لنادي النصر أن بيتي مارتينيز سيغادر يوم الجمعة المقبل إلى الأرجنتين، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلي فور وصوله إلى بلاده. وخضع المحترف الأرجنتيني لفحص طبي دقيق لدى الجراح العالمي رامون كوجات في مدينة برشلونة الإسبانية قبل اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية له في الركبة. وكان مارتينيز قد تعرض لإصابة قوية بقطع كامل في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى، والذي انتهى على إثره موسم اللاعب مع الفريق الأصفر.